حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعالوا كده بقى نسمي على الرسول عليه الصلاة وافضل السلام. هنعمل شوية معجنات افران من كيلو دقيق. شوفوا الجمال. معايا هنا معلقتين سكر ومعايا كيس خميرة. هنحط كده شوية مية دافيين وهنقلبهم، وبعد كده هنحط بقى مج من الدقيق. على فكرة اللي ما بتعرفش تعمل معجنات وبتطلع معاها تقيلة او بتطلع كتمة مكتومة، ديت هتطلع معاكي تحفة. حطي كده زي ما انا بقولك كوباية دقيق وربيهم كويس قوي قوي لغاية يما تلاقيها بقت سايلة كده ومفيش اي تكتلات، وغطيها واركنيها على جنب لغاية يما تحضري بقية المقادير بتاعتك او الحاجة بتاعتك. هتلاقيها بسم الله ما شاء الله خمرت، وهتطلع لك شوية معجنات بجد قمر. سهلة وبسيطة ومفيش اي حاجة. وعلى فكرة ممكن كمان نحط فيها ربع معلقة خل، لكن احنا هنحط الخل في العجين. تمام. بصوا بقى بقت عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يلا بقى نغطيها وتعالوا نحضر بقية المقادير بتاعتنا. انا معايا كيلو من الدقيق منخول وزي الفل، ولازم ننخل الدقيق ما نحطهوش يما نجيبه كده على طول. لازم نفتح الدقيق كده ونخليه هو يما بيتنخل بنطلع الهوا منه وبيبقى جميل. ادي بقى العجين دي بتاعنا. حطينا ربع معلقة ملح، ومعانا كمان 3 معالق 4 معالق لبن بودر. على فكرة بيخلي المعجنات حلوة جدا جدا وهشة كده وريحتها وطعمها جميل جدا. ومعايا بيضتين احنا بنعمل الحاجة دي لولادنا ولينا، لازم ناكل الحاجة كده تبقى طعمها جميل. ودي زي ما انتوا شفتوا كده ربع معلقة بيكنج باودر، وكمان معلقة خل كبيرة حطيناهم كده على البيض. هنقلب بقى المكونات بتاعتنا كده. ومعايا طبعا بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك خمرت ازاي. عايزه اقول لكم فارت فوران. دي هتخلي لكم كده المعجنات ليها لبه من جوه وكمان هشه وطريه، مش نقطعها زي ما بنجيبها كده من الفران بتبقى هشه ومن جوه فاضيه، دي لا خالص. حطينا كيلو دقيق، حطينا بيضتين، حطينا معلقه خل كبيره، وكمان حطينا معلقه بيكنج باودر، ومعايا ميه دافيه للعجن، ومعايا كوبايه سمنه. اللي ممكن تعمليها بزيت مفيش اي مشكله خالص، مش فارقه، سمنه زيت مش هتفرق معانا خالص. وما نلتهاش كتير في العجان علشان العجين بتاع المعجنات ما بيتلتش كتير عشان ما يمطش معانا. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك العجين زي الملبل ازاي. هنحطها بقى كده في بولة ونسيبها. بسم الله ما شاء الله. بصوا عايزة اقول لكم بجد 10 دقايق لقيتها بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. ليه؟ عشان احنا عاملين الاول خميرة بالدقيق، خليناها كده خمرت، هي اللي رفعت معانا العيش في منتهى الجمال. تعالوا بقى كده بصوا سهل وبسيط مفهوش اي حاجة. نفرد كده زي الرقاقية بالظبط، وبعد كده نروح حاطين حتة العجوة ونبرمها. مش عايزين تعملوها رول طويل ممكن تعملوها كده براحتكم خالص. عايزة اقول لكم طلع خطير. جبت نص كيلو من العجوة وحطيت عليهم معلقتين سمسم ومعلقتين سمنة، وقلبت العجوة كويس جدا عشان تبقى ناعمة كده وطرية معايا. لازم تحطوا معلقتين سمنة علشان ما تنشفش معاكم جوه القرص.
نشكل بقى شوية كده زي ما احنا عايزين. التشكيلة اللي انت عايزاها اعمليها، كل اللي في الفران اللي يعجبكم. من كيلو دقيق شكلوا كل اللي انتوا عايزينه بالظبط، وهيطلع صدقوني احلى من الفران بكتير جدا جدا. اللي انا بعملها ديت مركبة، طبعا بنشوفها في الفران على طول. نشرحها بقى شرايح كده 3 4 5 زي ما انتوا عايزين. وعلى فكرة مش هياخد تخمير كتير خالص. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. خمر على طول وما خدش وقت خالص معانا. بصوا اللي انتوا شايفينه بقى كده حتة عجينة، يعني كورة فضلت. قلت هعملها ميني بيتزا زي ما انتوا شايفين كده. من كيلو دقيق شكلنا بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم بارك حاجات كتير جدا. كان عندي شوية صلصة اللي انتوا شايفينهم دول باقيين من مكرونة، قلت هعملهم بيها وخلاص. بس عايزة اقول لكم والله طلعت تحفة. عايزة اقول لكم العجينة طالعة تحفة. وبالشوكة بقى كده نغرزها بيها علشان ما تقبش جامد معانا. ونحط بقى كده الصلصة بتاعتنا اللي فاضلة من شوية المكرونة، يعني ما عملناش صلصة ولا عملنا اي حاجة. عندك بقى شوية فلفل الوان حطي، عندك جبنة موتزاريلا حطي، عندك جبنة قريش، جبنة اسطنبولي، اللي عندك حطيه من فوق الوش، مش هتقول لا. وعلى فكرة انا علشان كمان النهاردة عملت شوية القرص، ما عملتش عشاء، ففكرت بقى ان انا اعمل الميني بيتزا ديت واحمر جنبيها شوية بطاطس وشكرا على كده. وفعلا كانت عشوة جميلة وخفيفة ولذيذة، واتبسطوا كمان منها. اي فلفل اي حاجة عندك كده زي ما انتوا شايفين حطوا عليها. وطلعت هشة وطرية، وعايزة اقول لكم كانت خطيرة. بصوا المنظر تحفة بجد بجد، زي المنظر ما كان تحفة هي كمان طلعت تحفة. طبعا انا كده مولعة الفرن، لاني اللي انا مقطعاهم خمروا، فالعجين بيخمر في ايدي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، العجين بيخمر في ايدي بالفعل. ده بقى فلفل حار كده، لان احنا دايما بنحب الحاجة حراقة. انتوا بقى براحتكم. ادي بقى
العجين بتاعي اهوت. معايا بقى بيضايه كده، حطيت عليها معلقتين معلقه خل كده، تمام قوي. بصوا اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، بجد تحفه. خدش وقت في الخمر خالص. اعملوا الحركه اللي انا عملتها في اول المعجنات ديت، اللي معلقتين سكر، كيس خميره فوريه، مج دقيق، وعليه مج من الميه او مج ونص، خليها سايله كده زي الزلابيه بالظبط، واركنوها شويه. هتطلع معاكم المعجنات بجد، هتشوفوها دلوقتي هشه. وبصوا انتوا شايفين خمرانه ازاي، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، تحفه. هنا بقى البضايه خلصت، حطيت معلقه لبن بودره وحطيت شويه ميه عليها، ودهنت بقيه السيجان بتاعتي كده، تمام. نتوكل على الله ونبتدي بقى نسوي الحاجه بتاعتنا. بصوا بقى الحاجه طالعه ازاي، بصوا عايزه اقول لكم بجد بجد خطيره. شايفين خمرانه وهشه، جميله جدا جدا جدا. بصوا دايبه ازاي، عايزه اقول لكم بجد مبسوطه بيهم جدا. بصوا اللمعه اللي فيها يا جماعه، بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا طريه ازاي وجميله، شايفين عامله ازاي، بصوا السوا تحت وفوق. وادي الميني بيتزا بتاعتنا، بصوا طريه ازاي. على فكره انا كده اتعشيت، يعني انا بوريكم وبدوق، بسم الله ما شاء الله انا شبعت. ادي بقى المعجنات بتاعتنا، جربوها بالطريقه ديت، صدقوني تحفه يا جماعه، خطيره. اللهم بارك. كيلو دقيق عمل لنا بسم الله ما شاء الله كميه زي ما انتوا شايفين كده، بجد كيلو دقيق. انتوا بتقطعوا الحاجه صغيره جدا وبتقطعوها مع الخمر بترمي معاكوا كتير جدا، اللهم بارك. يعني انتوا لو اشتريتوا الحاجه دي من بره، شوفوا هتكلفوا نفسكم قد ايه وهتشتروا بكام. مبلغ بجد عشان تقفي في فرن تجيبي شويه مخبوزات بس كده للفطار او للمدارس، هتدفعي لك مبلغ. لا، انت هاتي كيلو دقيق واعملي في بيتك بايديكي، حاجه هتطلع جميله وبألف هنا وشفا على قلبكم. ممكن بقى ان انتوا تحفظوها في الفريزر الخفيف على قلبي. عايزه اقول لكم العلب اللي انا جايباها نفعاني بجد، لو هفضل اعمل كل يوم معجنات في تخزين في كل حاجه. اتمنى يكون الفيديو بتاعي يعني حاجه بسم الله ما شاء الله، الكميه طلعت كبيره جدا جدا، الف هنا وشفا. ويا ريت ما تنسولوش، هحط كده في سيرفيس على قد ما هياكلوا ممكن بكره الصبح، والباقي هحفظه في العلبه بتاعتي الخطيره. بجد العلبه ديت انا عشقتها. بجد العلبه ديت انا عشقتها بجد بامانه، لان بصراحه كل حاجه بحطها فيها. يعني انا دلوقتي هرص فيها القرص المعجنات بتاعتي اللي انا عملتها دلوقتي، وبعد كده هحطها في الفريزر. بس زي ما قلت لكم بحط كده سيرفيس من كل حاجة بحطها، وبعد كده اروح ملفاه بستريتش وسايباه على الترابيزة بتاعة المطبخ. حبوا بقى ياكلوا منه النهاردة، وطبعا ده شيء اكيد ان هم هياكلوا منه النهاردة، لان انا بعمله الساعة دلوقتي 9 بالليل، ويقوموا يفطروا منه الصبح. افضل بقى حاطه كده رص بقى المعجنات بتاعتي في العلبه الجميله ديت، وبعد كده اروح حطاها في الفريزر. طبعا انت ممكن تحطيها الجو برد، ممكن تسيبيها على الرخامه، بس الكميه بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كتير، لازم تتحط في التلاجة عشان احفظها. طبعا الصبح بقى عشان تيجي تطلعي منها، بتطلعي منها وتحطي في طبق وتسيبيه على ترابيزه المطبخ، مع ما ممكن تتوضي وتصلي او تصحي الاولاد تلبسيهم للمدرسه، بتحطيها على طول في العلبه وشكرا على كده. او ممكن تعملي شاي بلبن وتفطروا بيها.
حباها سخنة انا بصراحة وعيالي بنحطها في الميكروويف. طلعها كده من الفريزر واروح حطها في الميكروويف تطلع اكني لسه بجد بامانه مطلعاها من الفرن حالا. بحفظها كده وبتفضل معايا فتره طويله، ما بشيلش هم فطار. ولو كسلانه تعملي سندوتشات للاولاد بتحط لهم منها برضو لذيذه ومشبعه وجميله جدا. انا ابني على فكره بياخد منها للشغل، وكمان ابني رايح درس بعيد ولا حاجة بياخد منها. بتنفع في كل حاجة، مفيش حاجة ما بتنفعش فيها بجد. ممكن جوزك كده يتصعبي عليه ان انتي نايمة يصحيكي تحضري له فطار، ممكن ياخد له واحدة كده او 2 ويتكل على الله على شغله. والله بتنفع، واحلى حاجة بجد ان جوزك كده ما بيصحكيش يسيبك نايمة وياخد له كده 1 يفطر بيهم ويتكل على الله. في احلى من كده؟ مفيش احلى من كده. ولا قومي حضري فطار ولا قومي حطي فطار. قفلنا بقى العلبة بتاعتنا. اتمنى يكون الفيديو بقى النهاردة بتاعي عجبكم واستفدتوا منه لو بشيء بسيط، واتمنى منكم ما تنسوش الكومنت واللايك، والسلام عليكم.